السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. تعالوا النهاردة نعمل وصفة كوكيز حلوة قوي، هتكون سهلة وسريعة بإذن الله. مكوناتها موجودة عندنا في البيت، فممكن تقومي تعمليها في اي وقت، سريعة جدا وحلوة قوي. هتعجبكم وتعجب اولادكم بإذن الله. بس قبل ما نبدأ وصفتنا نصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم. واللي ما يعرفنيش، انا اسمي حنان، قناة مطبخ حنون. وياريت لو مش مشتركين عندي تشرفوني باشتراك ولايك وكومنت وشير، عشان لو الفايدة تعم على الجميع بإذن الله. أول حاجة هنا معايا في بولة كده، معايا كوباية من المادة الدهنية، ممكن تحطي نصها زيت ونصها سمنة، وممكن زبدة على سمنة، وممكن سمنة بس زي ما انت عايزة. بس أنا حطيت التلات ارباع زي سمنة، والباقي الربع الباقي زيت. وبقلب كويس جدا كده بالمضرب اليدوي، مش محتاجة خالص مضرب كهربي ولا حاجة. ومعايا هنا كوباية سكر بودر. الأحسن طبعا ان هي تكون سكر مطحون، عشان يبقى سهل معاكي كده في الضرب وما ياخدش معاكي وقت. وتفضلي كده تضربي فيه لحد ما السكر مع السمنة كده لونهم يتغير ويفتح وينفش شوية معاكي. وبعدين بضيف باقي المكونات ان شاء الله. ومعايا هنا بيضتين، بضيف واحدة بعد واحدة، بعد ما تكون السمنة والسكر بقوا لونهم يفتح كده معايا. بضيف اول بيضة وبضرب لحد ما تختفي، وبعد كده بضيف البيضة التانية. وطبعا مع البيض لازم نحط فانيليا. حطيت رشة فانيليا كده كويسة، وبضرب كده المكونات كلها مع بعض. ممكن تعملي نص المقدار ده، وممكن نفس المقدار اللي انا عملته. انا عملت كنت 3 كوبايات دقيق، كنت حاطة في البولة التانية دي 3 كوبايات دقيق منخولين، فباخد منهم واحدة كده واحدة. مش بضيف طبعا الدقيق مرة واحدة، لان كل دقيق غير التاني، لحد ما اشوف العجينة قدامي هتبقى عاملة ازاي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. وبقلب كده بلاقيها لسه طرية معايا، بضيف كده الدقيق لحد ما تبقى معايا عجينة متماسكة نوعا ما، يعني مش عايزاها ناشفة ولا طرية قوي، بس بتكون بتلزق سنة يعني. ودي ضفت معايا هنا ربع معلقة بيكنج صودا اللي هي الكربوناتو، وعلى طرف المعلقة كده ملح. انا ما بحطش بيكنج باودر خالص في الوصفة دي، حطيت بس الكربوناتو، عشان هي اصلا الوصفة الاصلية بتاعت الكوكيز بتحط لها كربوناتو مش بيكنج باودر، عشان يبقى فيها الندغة كده بتاعت الكوكيز الحلوة دي. وبرضو بيدي معايا هشاشة بيبقى حلو قوي. اهو لحد ما عملت كده العجينة كانت لسه خالص بتلزق خالص، فعشان عايزة اعمل جزء بالشوكولاتة وجزء تاني اسيبه بالفانيليا. فاخدت حتة كده في بولة تانية، واحط عليها معلقتين كاكاو، كاكاو خام اسباني، حلو قوي في اي حلويات او مخبوزات يعني. وبقلب كده لحد ما الكاكاو تختفي واللون يبقى حلو معايا، زي ما انتوا شايفين كده. اه خلاص. والجزء التاني اللي فاضل بحط باقي الدقيق معايا، ويعني برضو مش هياخد الدقيق، هيتفضل حوالي معلقتين دقيق. انا ما بحبهاش طرية قوي بصراحة، عشان اعرف اشكلها. في نوع كوكيز تاني بيبقى طري قوي، اللي هو بيشيلوه كده بالمعلقة يحطوه في الصاجات. انا عملت اللي هي يعني طريقة تانية من انواع الكوكيز، لان هو كذا نوع وحلوة قوي، ولادي حبوها جدا بصراحة. سهلة وبسيطة، ما خدتش معايا اي وقت. ممكن تحطها لاولادك برضو في اللانش بوكس بتاع المدرسة. وهنا بجرب معايا العجينة، بختبرها كده
لما ببرمها كده بين كفوف ايديا والاقيها كده ما شققتش ولا اي حاجه، تبقى هي كده مظبوطه. وبجيب معايا هنا صينيه تدخل الفرن، وبشكل بقى يا دوبك، بس باخد حته صغيره كده وبحطها في الكوكيز، قصدي في الشوكليت شيبس على الوش كده. ممكن تحطي تقلبي على العجينه شوكليت شيبس وممكن لا، بس انا هحط على اللي هي الشوكليت بس، اللي هي بالكاكاو بس. وهنا بقى ممكن تشكلي زي ما انتي عايزه بقى، ممكن ترصيه واحده واحده بايدك، وممكن تحطي كده. انا بقيت استسهل بصراحه واحطها كلها كده في الطبق. هي كده بتشيل معايا كميه كبيره من الشوكليت شيبس، بس مش مشكله. ووريكي برضو ازاي بتحطي واحده واحده. هي طبعا كده لما بتحطي واحده واحده بتدي شكل احسن، لان بتبقى الحته اللي هي فيها سنه كده بوز لفوق كده بتبقى بتعرفي تعمليها على الوش من فوق، غير لما بتكبسيها كده في الطبق بتطلع بقى اي حاجة، بس برضو بتبقى حلوة في الشكل. اهو زي ما انتم شايفين كده معايا. وبخلص بعمل كده فرق كده بين كل واحدة وواحدة، لان هو بينفش يا جماعة في الفرن، بيفرش كده شوية في الفرن، فاعمل حساب كده عشان ما يلزقش في بعضه. والجزء التاني اللي بالكاكاو معايا بقلب عليه شوية شوكليت شيبس كده، عشان يبقى طعم الشوكولاتة باين فيه اكتر وطعمه حلو. بنفس الطريقة برضو بحط برضو في الشوكليت شيبس بتاعتي. والتشكيل ده بقى زي ما انتي عايزة تكبريها تصغريها، المقاس ده الوسط كده، يعني ممكن تصغري عن كده يبقى شكله حلو، انما منصحش ان تبقى كبيرة عن كده. ومعايا صينية تانية هنا بحط فيها اللي هو بالكاكاو، بس لازم احط برضو معاها من اللي بالفانيليا عشان اعرف السوا بتاعها، لان الكاكاو ما بيبانش السوا بتاعه قوي طبعا. فلازم احط كام واحدة كده من اللي بالفانيليا عشان اشوف السوا بتاعي عامل ازاي. طبعا الفرن بيبقى مسخناه قبلها ب10 دقايق، وبتدخليها على فرن وسط 180 في الرف اول رف من تحت. بتشغلي من تحت بس، ولو لما تلاقيها خدت لون من تحت كده ولسه من فوق ما خدتش لون، بتشغلي لها الشوايه شويه. اول صاج بس بيتاخر شويه، وبعد كده بتلاقيها في ثواني خرجت معاكي، ما بتاخدش 10 دقايق في الفرن. سهله وبسيطه جدا يا جماعه، والله جربوها تعجبكم باذن الله. اهو زي ما انتم شايفين كده حطيت كام واحده من اللي بالفانيليا عشان اشوف السوا بتاعها. وال3 كوبايات دقيق عملوا لي الصينيتين دول، صينيه كبيره وصينيه وسط. وكان فضل كام واحده كده حطيتهم في الصينيه الصغيره دي. واهي طلعتها زي ما انتم شايفين، ما شاء الله جميله جدا، وريحتها كانت ماليه البيت، حلوه قوي بصراحه. بس هي نفشت شويه برضو معايا، المفروض كنت صغرتها اكتر من كده شويه، يعني صغرتها عن كده شويه. وشايفين من تحت لونها جميل، هي التصوير مفتحها شويه، بس هي محمرة كده من تحت وحلوة. اهو الصينية ولا بدهنها زيت ولا اي مادة دهنية خالص، وطالعة يا دوب بتتسلك كده وتروح طالعة معاكي، ما بتلزقش ولا اي حاجة. ما دهنتش الصواني خالص اي حاجة. واحسن حاجة في التسوية اي مخبوزات بصراحة هي الصواني الألمونيا يا جماعة. انا مجربة ده ومجربة ده. الصواني الألمونيا بتوزع الحرارة في كل حتة، وبتطلع معاكي الحاجة يعني كلها زي بعضها. وطلعت الصينيتين كده معايا اهو. كان فاضل بس في الفرن الصينية الصغيرة اهي زي ما انتم شايفين كده، ما شاء الله عليها يعني بصراحة. جربوها وقولوا لي رأيكم في الكومنتات، وان شاء الله هتعجبكم. شايفين جميلة ازاي؟ والطعم بقى يعني بصراحة جميل، مع كوباية شاي بلبن كده او شاي، او كوباية نسكافيه، حلوة قوي.
وهنا انا كان في عندي شوية حتة شوكولاتة دهن كده، شوكولاتة مطبخ بس تقيلة شوية. حشيت واحدة كوكيز كده من جوه، قلت اجربها من جوه تبقى عاملة ازاي. وبصراحة يا ريتني عملت كام واحدة. خفت بصراحة تسيح وتبوظ مني، فما عملتش غير واحدة بس. كده كده انا كنت مقلبة عليها الشوكليت شيبس يعني، فقلت مش مشكلة بقى مرة تانية. اهو المنظر قدامكم ما شاء الله، عمل معايا كمية حلوة قوي يا جماعة. 3 كوبايات دي بس، شوفوا عملت كمية قد ايه. ده غير طبعا ابني خده كده اكله. ما شاء الله جميلة قوي، جربوها تعجبكم بإذن الله. ولو عجبكم الفيديو ما تنسونيش في لايك وكومنت وشير مع اصحابكم، عشان الفايدة تعم على الجميع بإذن الله، وقناتي تكبر بيكم. بحبكم جدا. مع السلامة. استودعكم الله. مع السلامة.